السلام عليكم جميعا. شكرا لكم على كل التعاليق الحلوة اللي بتخلولي. بداية خلونا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم من القصص اللي بتحبوها يا معشر النساء، اللي بتبرد القلب، نهايتها جدا سعيدة. ما أحرق لكم مراحل القصة، خليكم لين النهاية. وتقول صاحبة القصة: معاكم أم محمد، اللي كانت فاهمة الزواج غلط زي معظم النساء، لكن حبيت أشارككم قصتي عشان أبين لكم إنه تفكير الرجل عكس تفكير المرأة. ما يشوف الزواج زي ما انتي شايفاه عيال ومسؤولية وطبخ ونفخ، لا 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 لا، ما يهم الرجل ده الشيء. قصتي حتبين لكم عقلية الرجل وكيف بيشوف المرأة. خلوني أمشي معاكم خطوة خطوة عشان ما أحرق لكم القصة. أنا طبعا أنتمي لأسرة متوسطة الحال، الحمد لله. عندنا بيتنا ملك، واكلين شاربين لابسين، ما ناقصنا شيء. أنا بطبعي كنت كسولة، ما أحب الدراسة، يعني من سادس ابتدائي طلعت تمام. عندي اخواني 3 أولاد وعندي أختي الأكبر مني. أنا كسولة وأختي هذه مدمنة مكياج، يعني تسوي المكياج لكن في البيت ما تطلع به، وكل أفكارها في شكلها، تحب نفسها حب مو طبيعي. أهم شيء تمشط شعرها، أهم شيء تشوف المراية، أهم شيء تتروش، يعني هي النمبر 1 بالنسبة لنفسها، وما بعدها ينقلع، سواء شغل بيت سواء طبخ، لا 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 لا, لا ملهاش في ذا الشيء. عكسي أنا تماما، رغم أنه أنا كنت أصغر منها لكن كنت يعني مسؤولة، أحب أهلي، أحب أساعد أمي، أحس أنه أنا مسؤولة في البيت. المهم أنا كنت زي ما قلت لكم، بما أني ماسكة زمام الأمور حق بيتنا وأنا الدراع اليمين حق أمي، كنت أنا اللي بروح أقضي، أروح للسوق أجيب خضار وكذا. المهم بديت ألاحظ إنه في شخص يسكن في الحي اللي ورانا. كل ما أكون أنا جاية مقضية وجاية، أنا بروح الظهر أروح أقضي، بيكون سعر الخضار شوية نزل، وأكون راجعة أشوفه هو كأنه جاي من دوامه أو شيء داخل بيتهم. أول ما يشوفني يركض وراي، يجلس يتكلم 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 لين ما قرب أنا لبيتنا ويروح. بين فترة وفترة يصير لي معاه لين ما تعودت عليه، ما أكذب عليكم. هذا الشخص كان ناوي معايا الحلال، يعني ما يقل أدبه ولا يقول كلام وسخ يعني، ولا لا، يجلس يقول: يا بنت الناس أنا أبغى أتزوجكي، أعطاني رقم أبوكي ولا أعطاني رقمك، المهم أعطاني وجه وكذا. يعني ركض ورايا تقريبا 6 أو 7 مرات. أنا تعلقت فيه، الوقت اللي ما ألاقيه يجلس بالي مشغول. المهم لين ما في يوم من الأيام قلت والله خلينا أعطي رقم أبويا ويتقدم لي. ما شاء الله عليه شاب، يعني إيش أقول لكم، لسه يعني في عز الشباب، وسيم، في كل المواصفات اللي أبغاها. المهم أنا اليوم اللي لفيت عنده أكلمه، قلت له: دحين انت وش تبغى؟ قال: انا ابغى الحلال. قلت له: اللي يبغى الحلال بيروح للبيت مش يركض ورا بنات الناس في الشارع. انت مو عندك خواتك بنات؟ طبعا انا عارفه هذا الشخص، بعرفه، هو سكن في الحي اللي ورانا، عنده 3 خوات بنات، وابوه متوفي، ما عنده اخوه ذكر، لا بس اخواته بنات وهو وامه. المهم قلت له: اللي بيبغى الحلال، انت عندك خوات، المفروض انت اكثر واحد تعرف انه ده الشيء اللي بتسوي غلط وما غلط. قال: لا والله انا ما ناوي شيء، انا ناوي الحلال، وانت اللي ما تعطيني وجه وكذا، وانا ابغى رقم ابوكي وما ابوكي. المهم قلت له: انت بتشتغل في ايش؟ قال لي على شغله. المهم خلاص اعطيته رقم ابويا، اتصل عليه، قال له أبويا: طيب خليني أكلم بنتي. كلمني، قلت له: لو في الخير الله يسر، الله يسر، يعني الله يتمم على خير. يعني قلت له: أنا أبويا خليه يجي وشوف وأعرف منه اللي أنت تبغاه، لو ناسبنا وأنت شايفه يا أبويا مناسب خلاص.
فعلا ده الشيء اللي صار، جاب معاه أمه وخواته على أساس يتقدم لي وكذا. المهم أبويا في البداية ما قدر يستفرد بيه ويكلمه، عشان الكلام اللي حيقوله أبويا ما ينفع أم زوجي تسمعه. كيف؟ يعني الناس لما بتتكلم في الزواج بيتكلموا على المهر، على الشبكة، على يعني تشتري لها إيش، تجيب لها إيش. أبويا ما كان مركز في ذا الشيء كله، لا مهر ولا إيش تجيب لها، ولا يعني وما بيبيع بقرة. لا لا لا، ده الشيء ما كان مركز فيه. كان مركز في شرطه الوحيد اللي هو كيف يقول له ترى بنتي ما ينفع تسكنها مع أمك وخواتك، لو تبغى بنتي يعني شوف لها سكن لحالها، وهذا من حقها الشرعي أنها تسكن لحالها. أتري أبويا فاهم الحياة صح. وتعرفوا ليش قلت لكم ده الكلام؟ المهم لما جاء العريس وأمه وخواته، خلاص أبويا ما حكر معاهم يعني في المهر ما مهر. قالوا أبويا إحنا بنشتري رجال، أهم شيء تكون ابن حلال وتراعيها وكذا وكذا وكذا. لما طلعوا من عندنا تعشوا وطلعوا، أبويا على طول اتصل عليه. أول ما طلعوا حس به إنه خلاص راح لبيتهم، عشان هم ساكنين قريب مننا. أبوي اتصل عليه وقال له شوف، أنا ما قدرت أكلمك في موضوع مهم، ترى عشان كان في أمك جالسة معانا وكذا واستحيت منها. ترى أنا بنتي أبغاك تشوف لها سكن لحالها، ما ينفع تسكنها مع أمك وخواتك. هنا العريس قال لأبوي أنا أعتذر منك، واللي صار بيننا خير إن شاء الله، وخلاص أنا ما عدت متزوج. أنا الرجل الوحيد اللي في بيتنا، وأنا ما أقدر أفارق أمي وخواتي، مستحيل أخليهم. قالوا أبوي الله يسهل لك، والعريس قال له الله يسهل لكم. يعني كذا المعنى إنه كل شيء خلاص ما عاد في لا زواج ولا شيء. أبويا لما قال لي الموضوع، أنا زي ما قلت لكم تعلقت في هذا الشاب من خلال إنه كان بيلحقني، فتعودت عليه. ويزيد عن هذا حلو زي ما قلت لكم، وبيشتغل وتمام، وبار بأمه وبخواته، يعني اللي فيه الخير في أهله ما تخافي منه، اللي ما فيه خير في أهله ما له خير في الناس. لكن بما إنه هو إنسان بار بأمه وبخواته ومراعيهم، هذا إنسان حنون وفيه الخير، يعني هذا ما يتخلى عنك بسهولة لو كنت زوجته يعني. المهم أول ما أعطاني أبوي الخبر وأنا اللي أبكي، بديت يعني أبكي وأقول لأمي لا أنا أبغاه. المهم ديك الليلة كلها وأنا أبكي. أمي لما شافتني في ذيك الحالة، عشان ما تعشيت لما كانوا الناس وكذا من الفرحة وهذا، لما راحوا كنت على أساس أبغى أكل، لكن لما عرفت الخبر اللي وصلني من أبويا ما تعشيت، نمت بالجوع. وقلت لأمي اقنع أبوي بأي طريقة إنه يوافق عليه، مو أنا اللي حعيش معاهم خلاص. ليش أبويا طلب هذا الطلب؟ الشرط هذا صعب إنه يتحقق، يعني هو متعود على أمه وخواته وما في رجال تاني إلا هو، يعني صعب يتخلى عليهم بسهولة. قلت لأمي اقنعي أبويا بأي طريقة إنه يوافق، وقولي له إنه أنا أبغاه وأنا أتحمل اللي يصير. فعلا أمي راحت لأبويا وجلست تكلم وقالت له ترى بنتك منهارة وبتبكي وما تبكي. قال كيف تبكي؟ لا تكون عندها علاقة معاه ولا في شيء أو بينهم شيء. قالت له أمي لا ما بينهم شيء، بس البنت تبغى تتزوج وخلاص، تبغى تروح بيتها. وبما إنه الشاب ما في شيء عيب، إنسان مصلي ويخاف الله وشغال ما شاء الله ودق باب الحلال، يعني ما لا صعب بها في الشوارع ولا يبغى الحلال، ليش إحنا ما نوقف جنبهم؟ وما فيها شيء إذا سكنت مع أمه وخواته. المشكلة إنه أبويا قال لها ترى هم شقتهم يعني بيتهم صغير، ما عندهم يعني كيف عندهم أرضي، الشقة أرضي وسطح فاضي. المهم وحتى الشقة صغيرة، يعني أنا جايكم للكلام. المهم أبوي قال لها أنا علشان مصلحتها، وهي حتعيش حياة الصراط مع أهله، حتى لو
لو أم حبتها البنات أكيد يكون بينهم مشاكل، حتى لو هم كويسات أكيد الشيطان يدخل بينهم، وهي يعني في بيتها ترتاح أكتر. أبوي قال كذا، أمي قالت له خليها تتزوجوا وإحنا منا دخل. قال خلاص براحتهم. راح أبوي متصل عليه وقالوا خلاص أنا موافق على شرطك وخلاص. يعني أنا أبوي ما قال إنه بنتي بكيت عليك وكذا، لا، قال أنا دورتها في دماغي وقلت ما فيها شيء، يمكن ربي يرزقه بعدين وكذا ويتوسع وهذا. المهم جاء العريس، سوينا اللي سوينا عرس على القد. عزمنا اللي هم مقربين من أهلي، هو كمان من المقربين من أهله وقرايبه، وتزوجنا ولله الحمد. وأنا طيرت بالفرحة وكمان فرح، هو كان يحبني يعني. المهم رحت معاه لبيتهم، كان أول مرة أدخل بيتهم وأشوفه. تخيلوا البيت قد إيش صغير، في غرفة حق أمه غرفتها، وفي غرفة يعني غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. غرفتين وصالة وحمام ومطبخ. غرفة كان بينام فيها زوجي والله العظيم، فيها بس سرير صغير حق نفر ونص، حتى مو شايلة دولاب، لا، شايلة بس كذا هذا الكوفوز عارفينه الصغير اللي مش عارفة، في ناس بيقولوا لها الكومدينة، أيوة. وسرير صغير نفر ونص. وأمه عندها غرفتها اللي كانت طبعا هي غرفة نومها، كانت هي وزوجها فيها الله يرحمه قبل لا يموت. والبنات الثلاثة بيناموا في الصالة، بيفرشوا في الصالة ويناموا. والصالة جات وسط البيت، وحاطين فيها دولاب ملابسهم، وبيفرشوا خلاص لما يقوموا من النوم يقوموا تاني شايلين الفرش ومودينه لغرفتهم. ومدري أمهم ليش ما تنيمهم معاها، مدري. أنا قلت مالي دخل، طبعا أنا الحب عاميني والفرحة والزواج ما همني الموضوع. صح نسيت أقول لكم، أختي الكبيرة ترى متزوجة. أنا لما حكيت لكم أنها بتحب المكياج وكذا وكذا يعني في الصغر، أما هي خلاص ما شاء الله متزوجة يعني. بعدين نرجع لأختي عشان أختي هتكون هي البطلة، ممكن نقول بطلة القصة. المهم أنا لما رحت في البداية كنت فرحانة ومبسوطة، مو همني. قلت أنا لو أكل أنا وياه الخبز والموية ونعيش يعني نفرش في الشارع في الأرض، نفرش كراطين وننام، المهم أكون معه. فأنا بالنسبة لي الغرفة اللي فيها سرير نفر ونص هذه نعمة كبيرة، وطبعا ما نكذب هي نعمة، بس احنا نيجي المشكلة فينا تكون. المهم تقول البطلة بديت أكرف وأشتغل وبين شطارتي، وأنا ما أكذب عليكم أنا ست بيت شاطرة. أنا أطلع من يدي الذهب في الأكل والشرب ونظافة البيت. أنا مو زي الناس اللي لما يجوا ينظفوا البيوت يمسحوا بالقماش، لا لا لا، أنا لازم لو ما في مكنس الله يكرمكم أحطه في الكلور التايد وأحك الحيوط وأكب سطولة الموية، ما أحس بالراحة. أنا إنسانة إيش أقول لكم، مرة أموت على كرف 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 كرف، وقلبي يبرد لما يكون البيت نظيف وريحة كلور يعني ولا الديتول يعني تنوني زي ما بيقولوا. المهم أمه كانت فرحانة بي إنه أنا كده موسوسة، أحب النظافة وأحب الشغل وأحب الطبخ. المهم تقول صاحبة القصة أول شهر زواج كان شوية زوجي كلمني كلام الحب والغزال في البداية، وطبعا ما في لا سفر ولا شيء، شهر العسل كان في البيت عندهم. تقول بعد ما خلص هذا الشهر صار يقول لي زوجي إذا جيت أمزح معاه أو أضحك معاه أو شيء يقول لي لازم نحترم خواتي، ترى خواتي مو متزوجات، خواته كلهم أكبر منه هو الصغير. فيقول لي لازم نحترم خواتي مو متزوجات، وهذا الضحك وهذا المزح ما ينفع وعيب قدام أمي، وأنا أستحي من خواتي. قال لي وحتى يعني العلاقة اللي بيننا العلاقة الحميمية المهم
هما في الحلال مو في الحرام عشان نستحي من الكلام. المهم يقول لها حتى هذه العلاقة يبغى لنا بين فترة وفترة. لما قالت له صاحبة القصة طيب ليه؟ قال لها عشان استحي انك كل شوية تتروشي وخواتي وكذا وعيب وهم نايمين في الصالة وغرفتنا صغيرة، أي حركة بيننا بيسمعوها، ويعني الموضوع محرج. تقول لك من ذاك اليوم لما صارحني بهذا الموضوع وإحنا صرنا يعاملني زي أخته، حتى لما يجي من العمل يسلم علي زي ما بيسلم على خواته، مو في هداك المزح اللي بيكون بين الأزواج أو إنه يقرصك في يدك وهو بيسلم على، عارفين دوك الحركات حق الأزواج. تقول ما يتكلم معايا لكلام حب، حتى وإحنا مع بعض في غرفتنا منايمين ما يقول لي شيء، يعاملني زي أخته وأمه. تقول صرت أنا أخته الرابعة، أنا بس أناظر وأشوف هذا وش بو مجنون. ورجعت على كلام أبويا يوم قال لازم يسكنك لحالك. المهم تقول صاحبة القصة يعني ولما أجي أنا أتزين أو إن ألبس لبس كذا ولا ألبس يعني بنطلون ضيق أو شيء، يقولوا لي خواته أنت تبغي تسوي له الإغراء، إحنا ما شايفين إلا الإغراق. وتقولوا بدوا يمزحوا ويضحكوا علي وعلى شكلي لما أجي أتمكيج وأبغى أهتم يضحكوا علي. تقول لي يموتوا ضحك يمسكوا بطنهم ويجلسوا يضحكوا ويحسسوني، تقول أنا جميلة، يحسسوني بالنقص وجلس أشك في نفسي أنا كمان. تقول أنا شخصيتي يعني ضعيفة، كلمة واحدة تهزني، حتى لو أنا أكون يعني 100% وأحد ضحك علي أحس إنه لا أكيد في شيء غلط، هم دامهم ضحكوا إلا وأكيد في يعني ثقتي مهزوزة بنفسي. وأنا تقول جميلة حتى أجمل بأختي بمراحل. المهم يقولوا لا انتي جالسة تسوي يعني جالسة تسوي في نفسك، ما هذا ما جاك حلو وهذاك ما جاك حلو. أقول قومي غسلي وجهك. تقول ولما يضحكوا علي قوم أنا غسل وجهي. المهم تقول إنه مشيت السنة الأولى وما حملت فيها. تقول السنة الثانية حملت وخلفت ولدي. ولدي تقول ما عندي أي سلطة عليه، أنا بس أرضعه وهم مسكينه ليل نهار يحبوه، خصوصا حماتي تحبوه تموت في ما تشيله من يده. تقول جيبي ولدي هذا ولدنا، جيبي ولدي. تقول مدلعين ودلع مو طبيعي. تقول إيه من ناحية إنه مساعديني فيه تمام، لكن أنا ما أتمتع بولدي ولا أتمتع بزوجي. وتقول أنا عبارة عن شغالة عندهم في البيت، وزوجي خلاص لما ولدت أهملني أكتر وأكتر، ما عاد يعطيني وجه نهائي ويعاملني مو زي أخته أكتر من أمه، باحترام واستحياء، ويكلمني وهو غض بصره ومنزل راسه. أقول وش هذا الرجال وش بو؟ ودقيقة تعرفوا هو ليش كان يغض البصر وينزل يشوف في الأرض. تخيلوا أنا واقفة طالع فيه وهو يكلمني، ويا إما يلفت وجهه للجهة الثانية يا إما ينزل راسه في الأرض. أنا بقول وش هذا يعني هو محترمني لهذه الدرجة؟ أنا زوجته مش أمه ولا أخته. المهم فين وفين إذا صار بيننا علاقة زوجية. تقول بطلة القصة أنا خواته واحدة منهم اللي هي الكبيرة أكبر واحدة أول فرحة أمها. تقول كانت يعني تعاملني كويس مو زي الباقيين. إيه هي لما أسوي أنا مكياج تجلس تضحك، بس هي تقول خواتي بيضحكوني، أما أنا يعني فاهمين كيف. تقول إنه أنا مالي دخلت بالتمكيجي أو ما تمكيجي الشي يرجع لك. هذه كنت أحس إنها أقرب لي شوية منهم، أكلمها نطلع أنا وياها، فكنت أحس إنها تحبني عكس الاثنين مع أمهم. لا كانوا ما يحبوني. الأم تقول إنه ولدي كان إنه أنا خطفت ولدها، والبنات التانيين يغيروا مني، ما أدري عشان أنا تزوجت وما ما تزوجوا ما أدري. تقول في يوم من الأيام وأنا طالعة على السطح أبغى أنشر الملابس، وأنا طالعة شوي مو طالعة إني أتجسس أو لا. تقول أنا تعبت من الكرف وكان هذا خلاص بنشر اللبس وانزل أرتاح، خلاص كان هذا آخر شغل لي. طلعت أنشر على العصرية تقول كذا وقت العصر.
تقول وانا طالعة بشواش عشان تعبانة مهدودة. طالعة بشواش وانا اسمع اخت زوجي الكبيرة اللي هي تعتبر صديقتي، اللي اطلع انا وياها ونمزح انا وياها، تقول اسمعها تقول اخوة بتكلموا بتقول له ارسل لي صورتها، هي حلوة ولا مو بحلوة؟ انا اول ما اطلع مع الدرج تقول اسمع هذه الكلمة في وداني، طبعا وقفت الله يغفر لي اسمع واتجسس هي جالسة تقول، بما انه الموضوع يخصني فلازم اعرف. المهم تقول وقفت، حطيت سلة النشير في الدرج وجلست اسمع لها وهي جالسة تضحك تقول له ارسل لي صورتها والشرع محلل لك 4 وعيش حياتك ومن هذا الكلام. المهم تقول جالسة تضحك ومبسوطة وتبغى أخوه يتزوج ويعيش حياته. تقول أنا بعدين خلاص لما سمعت هذا الكلام كملت على طريقه وطلعت نشرت. لما شافتني طلعت بدأت تقلب الكلام وتضحك وكذا. المهم نشرت اللبس ونزلت، خلاص ما سمعت لها تاني وجالسة تقول. نزلت وجلست أدور في دماغي، دخلت طبعا اتروشت ودخلت غرفتي انسدحت. تقول ولدي طبعا مع حماتي أصلا ينام معاها وكل شيء معاها، أنا ما في إلا أرضعه بس، وقالت لي لازم ترضعي 3 سنين. أنا أعرف الرضاعة 2 هي تقول 3 سنين عشان يكون بصحة جيدة. المهم تقول هم من ناحية الولد كانوا مريحيني، لكن أنا شايلة البيت وما فيه يعني كرف عليا. المهم تقول إنه إيش تروشت وانسدحت وجلست أفكر، أقول يا ربي هي كانت أكيد بتكلم أخوات، تكلم مين؟ وجالسة تقول الشرع محلل لك 4 عليك وني يبغى يتزوج عليا. المهم فكرة توديني فكرة تجيبني. صح نسيت أقول لكم طبيعة عمل زوجي إنه بين فترة وفترة يروح من المدينة اللي احنا فيها، يعني يروح هنا 3 شهور هنا 2 شهرين هنا 1 شهر، يعني متنقل في العمل. المهم هو شغله الأساسي في نفس المدينة اللي احنا فيها، لكن تيجي فترة ينقلوه من مكان لمكان. وهذا الوقت اللي كانت أخته بتكلموا في الجوال وتقول الشرع محلل لك 4 كان ساعتها في مدينة تانية يروح يشتغل فيها 3 شهور ويرجع. المهم كنت أنا زي ما قلت لكم فكرة تودين فكرة تجيبني، أبغى أتأكد. طبعا زوجي مو موجود ساعتها، كان بقيله أسبوع ويجي يطلع علينا ويمشي، اللي هو لما يكون مثلا راح لمدينة تانية يجينا مرة في الشهر، يجينا مرة في الشهر يجلس يوم وليلة ويمشي، يعني نقول يومين مثلا يجي السبت ويمشي الاثنين، يجي السبت بالليل ويروح الاثنين في الصباح، يعني لو جيتوا تحسبوا الساعات هتلاقيها يومين. المهم كان بقيله أسبوع يجي، وهذاك الأسبوع مر علي أسود مرفوعة، مخي مش معايا. حتى هم لاحظوا انتي وش بيكي وما بيكي، اقول لهم اني تعبانه وكذا ومريضه، يمكن يعني اني حامل ولا شيء، وانا رب العالم بحالي. المهم لين ما جاء هو بطبعه مو مسوي في جواله كود، يعني ما سوي رقم سري ولا شيء، يحط جواله ويروح لعند صحابه، يروح للكوفيهات ويجلس عادي ويخلي جواله يشحن عادي يعني، وكتير مرات ما ياخذ معاه الجوال. المهم لما جاء كان رايح عند صحابه للكوفي، خلى جواله يشحن، تروش وطلع خلى جواله يشحن. أنا أول ما خرج هو سمعت إنه الباب تقفل، قفلت باب الغرفة على طول بديت أشوف الرسائل اللي عنده. جواله طبعا زي ما قلت لكم مفتوح ومو حط في باله إني أنا أدور له في الجوال، وأنا مو بطبعي أصلا أقول له جيب أشوف إيش في جوالك ولا أتجسس، لا 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 لا، هو عارف إنه أنا مو بطبعي كذا فمطمن. المهم شفت الجوال جلست أدور، كل ما ألاقي رقم رجال أقول يمكن هو حاطط الرقم باسم رجل بس هي تكون حرمة، خلينا نعرف هو بيكلم مين هذه اللي يبغى يتزوجها عليا. المهم جلست أسمع أشوف ما فيش أرقام حريم، أسمع الأوديوات اللي بينه وبين الرجال. أول ما أسمع إنه هذاك الرقم حق رجل وإنه بيرد عليه خلاص ما أسمع الباقي، خلاص أتأكد إنه هذا رجال، فأروح تاني الاسم التاني ألاقيه نفس الأوديو الصوتي رجل، فأبعد خلاص لين ما أتأكد إنه هذوك فعلا رجال.
قلت خليني ادخل اشوف ايش بينه وبين اخته، ايش بيقوله وايش بتقول له. المهم قلت دحين مشكلة، لو انا جلست اسمع لقيت داك الشيء كتير. قلت لو جلست اسمع كل اوديو لحاله ممكن هم يدقوا الباب ينادوني، يعني خواته وامه، او انه هو يجي. خليني امسك الرسائل دي كلها حولها عندي. فعلا ده الشيء اللي سويت. المحادثة حقه هو واخته اللي كانت اللي هي قلت انا صديقتي وتحبني هذه. المهم رقمها بيتواصل معاها، وسمعت في البداية انه بيكلمها ومرتاح لاخته هذه، بيحكي لها كل كبيرة وصغيرة، لدرجة انه دخل معاها في مواضيع مو فيها قلة ادب ولا حياة، لا يعني مرتاح، بيقول لها بيفضفض عليها اللي في قلبه. المهم قمت ماسكة الاوديوهات كلهم الصوتيات رسلهم عندي، وقلت خليه لما يسافر هو مع الف سلامة يصير أنا لما أجي أنام هم يكونوا خامدين بالليل أسمع كل شيء، عشان الأوديوات كتيرة. فعلا حولتهم وقمت ماسكة جواله مسحت ذاك الشيء اللي رسلته من جواله، يعني على أساس إنه لما ياخد جواله ما يعرف إن أنا حولت كل شيء عندي. المهم هو جهزت له الغداء، جاء من الكوفي جهزت له الغداء وكذا. تغدينا كلنا وأنا جالسة أضحك معهم ديك الضحكة الصفراء والقلب رب العالم بيه. المهم وبعمله كويس، ما قلت له لا سمعت أختك قالت ولا كبرت الموضوع ولا سويت ضجة نهائي. مشيت الحياة زي ما هي عادية لين ما راح. لما راح بديت أسمع، ما أصدق متى أخلص شغلي عشان أخلص العصر أتروش وأروح أنسدح أسمع الجالس يقول هو وتقول له هي. المهم بديت في الرسائل من بدايتها، وهو جالس يقول لها أنا تعرفت على واحدة في المدينة اللي هو دحين فيها، تعرفت على واحدة وبحس معاها بالرجولة إني أنا رجل، وهي ما شاء الله يعني أنثى كاملة، وأنا ما سويت معاها غلط، لكن أقابلها في الكافيهات يعني ما سوى معاها يعني قصده علاقة غلط يعني زنا وكذا فساد، لكن قال إيش إنه بس يكلمها في الكافيهات ويطلع معاها. طبعا ديننا ما يعرف ده الكلام، كل شيء حرام، ده مو كاتب على صك زواج حرام. نرجع للقصة. المهم يقول لأخته أنا يعني أشوفها كاملة الأنوثة وما شاء الله عليها وحلوة وتحسسني برجولتي، عكس زوجتي إنه بتلبس دوك البيجامات المبهدلين وشكلها مو حلو وتغطي شعرها ويعني الرجولة ما أحس بالرجولة معاها، إنه ما تلفت انتباهي بجمالها وشكلها وأناقتها، أشوفها زيها زي أمي زي خالتي زي، يعني ما أحس إني أنا زوجها. هو يقول وأنا ما أدري ليش هي بتسوي كده، وأنا دحين أنا أبغى أتزوج هذه اللي دحين أنا معاها، لكن حس بتأنيب الضمير وحس إنه أنا حظلم زوجتي أم ولدي، أنا أحبها إيه لكن ما تجذبني لها، يعني حب في حب لكن ما في ذيك الجاذبية. أنا أعزها وأقدرها وهي غالية عندي، لكن من ناحية العشق والحب اللي هو المفروض يكون لا، أنا أحب حب عشرة بس. فهو جالس يقولها يعني أنا يعني كأنه بيتأسف على اللي صاير بيننا، وهي إيش ردت عليه. اسمعوا وشوفوا هذه اللي كنت بقول إنها تحبني وإنه يعني أفضفض لها وتفضفض لي. شوفوا إيش قالت له. قالت له ليش تحس أنت بعدها بالضمير إذا هي إنسانة هاملة في نفسها ويعني وما يهمها شكلها ومقصرة من جهتك، ويعني شوف كيف شكلها مبهدلة وتلبس البيجامات مبقعين بالكلور. تقول له هي تتحمل أخطائها، هي اللي غلطت وهذه مشكلتها مو مشكلتك، انت عيش حياتك وكفاية اللي انت فيه، انك متغرب علينا رغم انه ايه احنا في دولة واحدة، لكن اكيد انت تحس بغربة لحالك وما في احد معك، وكل هذا مسوي عشان تأكلنا وتشربنا. يعني هذا ابسط شيء انك تتزوج وتعيش حياتك وانت كمان تحس بنفسك انك انسان يعني عايش على وجه الأرض لهدف، مو بس عشان تخدمنا وتصرف علينا، انت كمان تحس يعني قالت له عيش الحياة تنبسط، عيش انت لسه في عز شبابك، ليش جالس
تبغى تقهر نفسك بعدها بالضمير مع نفسها، تقول له مو انت اول ولا اخر واحد يتزوج، والشرع محلل لك 4، انت مو بس تتزوج تانية، انت تتزوج الثالثة والرابعة لو تقدر ماديا تتزوجهم، ما حد يلومك، هذا حقك. حسبي الله عليها، بدل ما تقول له لا انتوا عشان عايشين معانا والبيت ضيق ويعني وانت ظروفك على قدك وما تشتري لها اللي ناقصها عشان تلبس وتتزين واتقي الله ويا بنت الناس مساعدانا. ابدا ما قالت له هذا الكلام، وحسبي الله عليها قالت له هي اللي مبهدله بنفسها، ما قالت له انه احنا اللي بنضحك عليها اذا تمكيجت ولا لبست لبس ضيق نقولها قومي تستري واستحي، ما قالت له ده الشيء. المهم هي بدأت تسخنه على أساس إنه إيش، إنه يتزوج، ولفت راسه لف زي ما بيقولوا، وصار يكلمها في الأوديوهات التانية وهو على أساس إنه خلاص بيتزوج وإنه قالت له هي وش ناقصها، واكلة شاربة نايمة ويجيها الأكل لين فمها. قالت له غيرها ترى يقوموا 6 الصباح يشتغلوا ويساعدوا أزواجهم ويدفعوا إيجارات تحمد ربها، هذه كفاية عليها إنه واكلة شاربة جالسة مالها وش تبغى. المهم حسبي الله عليها، ما أدري وش سويت لهم اللي مسوين فيها هذا الشيء كله، خواتم أفاعي سامة يطلعوني بالكلام وينزلوني بالكلام، وهي جالسة تحفر من ورايا مسوية نفسها أنها تحبني وتضحك لي في وجهي وهي تبغى زوجي، هي طلعت ألعن منهم، هما مهما كان مشاكل بيننا وخلاص، لكن هذه جالسة تحفر لخرب بيتي. المهم تقول صاحبة القصة أنا لما سمعت هذا الكلام وسمعت الأوديوات كلهم اللي ضايرة بينهم عرفت إنه خلاص هو اقتنع إنه بيتزوج، قالها أنا دامني مستأجر وأنا في دي المدينة، خلاص أنا بكلم الشغل إنه يخلوني، خلاص أنا أبغى نقول هذه المدينة اللي أنا فيها مع بنت الحلال دي اللي محسساني بذكورتي ورجولتي، ويصير أجيكم مرة في الشهر. أخته قالت له طيب. تخيلوا يعني هو لما قال له أبويا سكن بنتي الحالة وفي نفس المدينة اللي هو فيها اللي فيها أهله ما رضي، لكن هذه دوخته وخلاته لدرجة أنه يبغى يتخلى علينا أنا وولده وأمه وخواته ويعيش مع واحدة تانية ويجينا مرة في الشهر. تخيلوا، أنا حموت وأعرف هذه وكيف شكلها، هذه اللي لفت راسه لف. المهم أنا ما لقيت إلا أختي، قلت هي بفضل الله اللي ححكي لمين. تواصلت مع أختي قالت تعالي عندي، رحت لعند أختي زرتها أختي عشان أعرفكم بيها. زي ما قلت لكم في فرق بيني وبين أختي بكتير في ناحية الجمال، أنا مرة جميل، إحنا ما نعيب خلقة ربي، لكن هي حلوة لكن على قدها، هي اهتمامها بنفسها هو اللي بيخليها حلوة، يعني مرة مهتمة، واللي بتكون مهتمة أحلى من اللي بتكون جميلة. اللي بتكون جميلة جمالها بيندفن زي الوردة اللي لما تدبل، أما اللي بتكون يعني جمالها على قد ومهتمة بتلفت النظر أكتر. فأختي كانت كده، سبحان الله أختي نصيبها غير نصيبي، نصيبها سبحان الله ربي يسر لها في رجل غني، يعني بيلعب بالفلوس لعب، وأنا عكسها تماما، هذا نصيب وهذا رزق، أنا مو حاسدها، الله يزيدها خير في خير، بس أنا بقول لكم قلت أنا أختي زوجها زي الخاتم في يدها، أكيد أختي عندها سر وهذا اللي لازم أعرفه. المهم لما رحت لها سمعتها الأوديوهات اللي بين زوجي وأخته وجلست تسمع لهم، أنا عندي ثقة كبيرة في أختي إنها بفضل الله قلبها علي وتحبني وكذا. المهم بدأت تسمعهم. آخر شيء قالت لي أختي ترى زوجك يحبك ويموت فيك. قلت لها نعم، كيف يحبني ويموت فيه وهو يبغى يتزوج؟ قالت لي يا هبلة، فرق بين الإعجاب والحب وبين العشرة قلت لي ترى الزواج عند الرجل ونظرته للمرأة مو زي نظرتك انتي للزواج للرجل، انتي غير وهو غير. قلت لها كيف؟ قالت هو دحين يحبك وانتي أم ولده، لكن كإعجاب ما صرتي تعجبيه، ما تلفتي نظره وما غير جذابة.
يعني يحبك بس انت طافية ذاك المشاعر، انه لما يشوفك يدوخ وكذا ما في. انت يشوفك زي اخته، زي امه، خصوصا لما ولدتي خلاص صرتي انت بالنسبة له ام ولده بس. لكن انا من خلال قالت لي الاوديوات اللي سمعت انه هو ما يبغى يفرط فيك وانك غالية عليه. الحلقة المفقودة قالت لي اللي بينكم هي الاهتمام، وانك انتي تعطيه يعني زي ما بيقولوا سيبيكي من انك انتي زوجة وام ولده، الجانب اللي هو بنات الليل، اللي هو تكوني معاه شيء تاني، تقلي أدبك معاه، عشان الرجال كلهم بيحبوا قلة الأدب، ما يحبوا انك تكوني نايمة قايمة على السجادة. حلو انك تصلي وانك كذا، لكن لا مفر من قلة الأدب، عشان نظرة الرجال غير نظرة الحريم. قلت لها وانتي دحين زي ما عارفة هو ما يعطيني حتى فلوس عشان اشتري واتكشخ واسوي. الفلوس على القد، هو يصرف على اهله وخواته، ويعني هو كمان ما عاطيني ويبغاني اتزين له واسوي له، وكمان خواته يقمعوني لما اسوي له ولا البس، وهو كمان ما يحب اني اقل ادبي معاه، يقول انه استحي من خواتي. بالله انا كيف اسوي معاه إذا الغرفة صغيرة وأي صوت بيتسمع برا، وخواته نايمين في الصالة، وأمه تيجي تصبح علي على 6:30 الصباح تصحيني قوم نسوي له فطار، وحتى خواته بيصحوا عشان ما أكون كذابة، هم خلاص 6 صباح لازم تقومي من نومك، وطول اليوم وأنا في الكرف، وخواته يتنمروا علي إذا سويت مكياج. يعني قلت لأختي ترى هذا الشيء اللي انت جالسة تقولي عشان أطبقه وأسويه لازم أكون ساكنة في بيتي الحالي، عشان أستفرد بزوجي والبس اللي أبغى وأقول اللي أبغى وأدلع زي ما أبغى. قالت لي أختي طيب هذا الشيء اللي حنشتغل عليه. قلت لها أنت بتحلمي مستحيل زوجي يرضى إني يستأجر لي برا. قالت لي وليش طيب دحين هو يبغى يسكن بعيد عنهم ويجلس يعني في مدينة تانية ويجي بس مرة في الشهر؟ عشان اللي قابلها مهتمة بنفسها، وأكيد بتقول له كلام دلع، ويعني عارفة بنات الحرام في الشوارع وش بيسووا. أكيد لقى في هذا الشيء ونساته في أمه وأخته، وإحنا ما قلنا أنك تكرهيه فيهم، لكن من حقك يكون عندك بيتك تستفردي بزوجك وتعيش حياتك الزوجية. وبسبب أنك معاهم في بيت واحد وبيتكم صغير هينخرب بيتك، يعني أنت الشرع محلل لك أنك تعيشي مستقلة، يعني هذا مش معناته أنك تكرهيه في أهله في أمه وخواته، لا هذا حقك الشرعي. وبما أنه هو عنده قابلية أنه يعيش بعيد عنهم فأنت أولى بزوجك من الغريب. تمام؟ قلت لها تمام. قالت لي طيب كيف؟ قلت لأختي كيف يعني حخليه يغير فكرته؟ قالت هذا الشيء اللي حنلعب عليه. قلت لها طيب إيش حسوي؟ قالت لي اسمعي أنا مع زوجي، قالت لي أختي تقول يعني تحكي لي قصة حياتها مع زوجها، تقولي أنتي ما تعرفي إنه فلان كان متزوج قبل؟ عارفة صح ومخلف، عشان أختي زوجها قد متزوج ومتطلق. قالت لي زوجي هذا مع زوجته الأولى كان مرة سمعها نرجسي بامتياز، كان مطبق عليها سم الأفاعي، وحتى لما طلقها النفقة ما يبغى يعطيها، لين ما أنا كلمته قلت له عيب عليك نفقتها أعطيها لي وعيالك هم ما لهم ذنب. يعني بعد إصرار مني صار يعطيها النفقة بالسم اللي فيه، لكن لما جاء عندي أنا أدبته وربيته. أنا قلت له طيب كيف ربيتيه يا أختي؟ والله إنك طلعتي أفعى، كيف سويتي؟ فقالت لي أنا عندي يوم في الأسبوع يوم السبت هذا خاص لزوجي ما أسوي فيه ولا شيء، زوجي يجيب الأكل من برا وأنا طول اليوم متجهزة ولابسة ومتكشخة ونيم عيالي بدري وسوي السهرة لزوجي، هذا يوم خاص فيه السبت. والأيام العادية طبعا أول حاجة أبتدي بيها نفسي، أروح للمراية ألبس أتكشخ
وبعدين ابتدي شغل البيت ولبسي كله مثير. يعني بيجامات متسترة ولبس متستر، وقالت لي ترى اليوم البس بيجامه، تاني يوم البس جينز وبودي، يعني حتى لو في بيتي واشتغل وانا متكشخه وكأني جالسه موظفه، يعني مو مبهدله ولابسه اي لبس، لا، لازم اشتغل وانا في احلى حله. لكن هذا اللي اليوم اللي كل يوم. أما يوم السبت هذا شيء تاني، أنيم عيالي بدري، وزي ما انت شايفة بما أنه عيالي صغار يسمعوا كلام الساعة 7:30 8 بعد المغرب أكون معشياهم ومنيمة، مخليهم طول اليوم يلعبوا يلعبوا يلعبوا، أرسلهم مع أبوهم يلعبوا كورة لين ما يتهدوا ويجوا بس يأكلوا ويناموا. أكون أنا من ذاك اليوم عاطيه لزوجي، وما أقول لك ويش أسوي، كل حركات البنات الحرام أسويهم، ما عدا اللي حرم رب العالمين، ما نراقص من هذا من دي، ما ندخل في التفاصيل. قلت لها ايه والله بس انتي عشان في بيتك لحالك وانا ما اقدر اسوي كذا، ونفسي وانا نفسي، قلت لها نفسي بس يسلم علي ويقرصني في يدي هذه، ولا يقول لي كلمة حلوة في ودني، ما في. هي عاملني زي اخته زي امه. قالت نسي اللي فات، دحين نبتدي من جديد. قالت لي اسمعي، قلت لها نعم. قالت مو هو دحين قال لها انه يبغى يجلس هناك ويبغى يتزوج، والله قالت لي ورب الكعبة ما حخليه يتزوج، وحتشوفي وبيتك حتسويه لحالك وحتعيشي لحالك وتسكني لحالك، ولو ما صار معاك اللي انا بقول تفي على وجهي. قلت لها انا يدي على يدك، يلا يدي على كتفك. المهم قالت لي اسمعي، الشهر هذا حيكون مختلف. قلت لها كيف؟ قالت لي من دحين تكلمي زوجك وتقولي له شوف أنا أبغاك في موضوع مهم، أبغى أقابلك في شقة أختي. طبعا مو شقة اللي أختي ساكنة فيها عشان ما تمشوا غلطانين، أختي عندها شقة شاريها باسمها، زوجها اللي شاريها لها هدية، ومعفشاها في منطقة يعني فيها الطبيعة وكذا، وبين فترة وفترة بيروحوا لها أو بيصيفوا فيها. ما شاء الله عليها أختي دماغ. المهم من حب زوجها لها، تخيلوا تقول لك ما كان يصرف على زوجته الأولى، ولما جت أختي عطته وقته وبحركاتها خلته ينسى الدنيا وما فيها، وحتى في كرت صرافته عند أختي. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، كل شيء كبيرة تمشي على يدها والصغيرة على يدها. المهم قالت لي أختي اسمعي، مو أنت عارفة إنه أنا عندي شقتي الفلانية؟ قلت لها إيه. قالت لي هناك تقولي له أبغى أقابلك فيها، أبغاك في موضوع مهم، وقولي له إنه ما أبغى إنه أهلك يعرفوا، لا أمك ولا خواتك، إن حقابلك هناك. لما تكون جاي تعال على شقة أختي، أرسل لك أنا اللوكيشن حقها وتيجي عليها، أنا بغى أكلمك في موضوع مهم، يعني الموضوع حياة أو موت. فطبعا أختي قالت لي قولي له كذا. قلت لها طيب، وبعدين قالت لي قولي له أنت بس كذا وأنا أكمل لك الباقي. فعلا اتصلت عليه وقلت له هذا الكلام. طبعا زوجي يعاملني بما يرضي الله، يعني كيف مو عنيف معايا ولا يسب ولا يضرب، لا 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 لا. لما كلمه عادي يكلمني، حتى هو يتصل علي يقول لي لو تبغي أي شيء، يعني مش أي شيء تسمعوه تقولوا يعني يا ما هنا يعني تبي تشتري لك علكة شيء، هذه الأشياء البسيطة اللي تسوى دراهم معدودة قولي لأمي تعطيكي، ترى أنا مخلي لها الفلوس، حتى فلوس المصروف عند أمه. المهم فأنا قلت له شوف أنا أبغى أكلمك في موضوع حياة أو موت، مهم هذا الموضوع ضروري، وأنا برسل لك اللوكيشن حق بيت أختي شقتها، لازم أقابلك هناك. قال طيب مو مشكلة، خير وش فيه لا تخوفيني. قلت له لا إن شاء الله خير بس لازم أقابلك. قال طيب. قلت له أختي طيب هذه مكالمة وكلمناها وش فيه؟ قالت لي اسمعي أنا حغيرك ذاك اليوم اللي هو هيجي فيه، حوديكي للصالون أضبط شعرك، أغير لك لون شعرك، أسوي لك تنظيف بشرة، مانيكير بيديكير، أخليك واحدة تانية، وأبى أروح أشتري لك اللبس اللي يشوفك به يتجنن عليكي والكعب والدنيا. قالت لي دحين شوفي أنا الكريمات اللي حاعطيكي من دحين تسويها،
لين ما يجي هو. عطتني كريمات لترطيب اليدين والرجلين، قالت لي كل ما تدخلي غرفتك خلاص تكوني خلصتي شغلك تقولوا طلطلي رجولك عبيها كريمات وفازلين، والبس الشراب البلاستيك وعليهم شراب قماش وخليهم لين ما يصيروا زي الزبدة. قالت لي شوفي رجولك وشوفي شكلك انتي اللي تتكلمي على زوجك ما تبغي يتزوج، شوفي قالت لي بين الفتحة اللي في قدام رجولك بين فتحة وفتحة تبني شقة، قالت لازم تهتمي بنفسك. المهم بديت أرطب رجولي ورتب حالتي. طبعا ما مكياج ولا قدامهم هذوك العقيصات الأفاعي السامة، لا. شعري قالت لي شوفي اهتم بشعرك واعطيه دحين الزيوت عشان احنا بنصبغه ولازم ما يتضرر، اعطيه الزيوت. وقالت لي مو انت بتلبسي الطرح عندهم اللي هذه اللي عارفين العقدة هذه، قالت خلاص يلا هذه فرصتك، حط الزيوت واهتمي بشعرك ولا تتمكيجي قدامهم ولا شيء. تقول بس اهتمي لي بالكريمات والترطيب اليدين والجسم، هذه الكريمات خديها وانا بروح اشتري من جديد. المهم بديت اسوي اللي قالت اختي لين ما قرب الوقت. لما قرب الوقت ويجي، المهم انا هديك الليلة زي مثلا اليوم تاني يوم هيجي زوجي، قلت لي حماتي اسمعي، هي طبعا عارفة انه ولدها بيجي، قلت لها ايوه صح، وقلت له قول امك اعتذر وقول انا ما حاجي ذاك اليوم، حاجي تاني يوم. يعني مثلا السبت هو بيجي السبت، يقول لها انا عندي ظرف باجي الاحد. فعلا ده الشيء اللي صار ذاك اليومين اللي هم السبت واحد. انا كلمت حماتي فيهم وقلت لها شوفي انا بخلي معك ولدي، وهي اصلا ام زوجي لما كنا رايحه لعند اهلي تقولي لا تاخذي ولدك بيوحشني وكذا وكذا، فكنت برتاح انه مرة تودي معي مرة تخليه لها لما كنت رايحة عند اختي او امي. اقول لكم كأنها هي اللي والدة، حتى صار قليل ادب ما يسمع الكلام وطول اليوم عاطينه الجوال، تربيته غلط. المهم فانا قلت لزوجي قول امك انك بتيجي الاحد مو السبت، والسبت انا بكلمك عند يعني كنا وياك في شقة اختي. المهم قال طيب. طبعا هو انا وحشة، لكن مو هذاك اللي تسمع وحشة تقولوا يعني وحشة كزوجتي ام ولده، فاهمين كيف. المهم يعني ما حيرفض اني اقول له نكون مع بعض، ما حيرفض طبعا. فايش صار ما صار، كلم امه وقال لها انه انا بجي يوم الاحد وعندي ظرف وكذا. قالت له طيب. انا ليلة السبت السبت اللي هو ليلة السبت اللي هي الجمعة بالليل صباح السبت، كلمت حماتي وقلت لها اسمعي ترى أنا بروح عند أمي تعبانة، الله يغفر لي كذبت عليها، قلت لها أمي تعبانة وأمي فعلا فيها سكر ترى، فيعني كأني بعرض بالكلام، فاهمين كيف. قلت لها أمي تعبانة، أنا بتكلم إنه أمي فعلا تعبانة، يعني أنا هنا ما كذبت، أمي مريضة سكر. قلت لها بروح لعند أمي أزورها وبخلي معاك الوالد. قالت ولدي جاي وكذا واكيد يبغى يشوفك. قلت لها مو مشكله، انا يصير هو لما يجي قلت لها انا سويت نفسي كاني مو عارفه انه يجي الاحد. قلت لها مو هو بكره يجي ان شاء الله يصير خلاص انا اشوف امي تمام ما تمام وبرجع، كلها يومين وبرجع، اهلي وحشيني وكذا وكذا وامي مريضه تعبانه. قالت يا بنتي اجلسي وزوجك جاي، هي ايش تبغاني انظف واطبخ الاكل اللي هو يبغاه، عشان هي بتكون مجهزه له الاكل قبل ما يجي بيوم، يعني الاكلات اللي بيحبها والوصفات اللي بيحبها. المهم قلت لها بروح وكذا وبرجع. فعلا رحت يوم الجمعة وخليت ولدي معاهم، رحت عند أختي هذيك الليلة بت عند أختي، وطبعا عشان ما أكذب مريت على أهلي، شفت أمي اطمنت عليها وكذا، ورحت فين؟ رحت عند أختي بيتها عشان ما أصير إني أنا كذابة، عشان قلت لها بروح بيت أهلي وأمي مريضة، وفعلا زي ما قلت لكم أمي مريضة. المهم رحت لبيت أختي، ودتني الحمام تركي، قشروا لي الجلد، خلوني ايش أقول لكم زبدة. قالت لهم اسمعوا، في مشغل هي بتروح له زبونتهم من سنين، قالت لهم أبغاكم تقشروا جلد أختي تقشير، تدخلوها شكل وترجعوها للشمعة بيضة.
بيضة مسلوقة أبغاها. فعلا الشيء اللي صار، وقالت لي أختي اسمعي أنت ما تعرفي إلا تدخلي وكل شيء على حسابي. ما خلوا وش سووا لي، صلخوني صلخ، يعني الجلد تقشير وإيش كريمات وإيش دلع وإيش. المهم شعري كمان صبغته وقصيته قصة، مش كله تقص لكن سويته قصة حلوة جت على لفة وجهي. طبعا الكوافيرة عارفة اللي يجي علي واللي ما يجي علي. سوولي ليميش اللي هي الهايلايت وكذا. المهم المانيكير بيديكير تنظيف البشرة مساج، ما خلوش سوولي. انا لما شفت نفسي اتصدمت. لقيت اختي اصلا ايش اقول لكم، هي جيبالي لبس، واصلا كانت وداتني اليوم اللي كنت انا عندها لما كلمت زوجي قبل لا اروح اسوي الكرامات وكذا. رحت انا وياها السوق وقضينا، وكمان لقيتها لما جيت عندها شاريه لي لبس تاني، وايش الكعب وايش الدنيا وايش جينزات وايش بوديهات. وجابت لي مشد للبطن، قالت لي هذا المشد تلبسيه تحت اللبس عشان ما يبين بطلك مدلدلة مع الولادة وانتو عارفين والإهمال وكذا. مهم خلتني وحدة تانية. هذا اليوم كان تنظيفات وصبغة شعر، ما استشورت اللي هو يوم الجمعة. طبعا يوم السبت زوجي هيجي، طبعا أنا رسلت له اللوكيشن وكل شيء، وعارفة إنه الوقت اللي هيجي بعد العصر، يعني على الساعة 5-6 كذا. المهم قالت لي اسمعي اليوم الجمعة خليه تنظيفات جسمك وكذا وشعرك الصبغة، بكرة يصير المكياج والاستشوار ويزبطوا لك وجهك وشعرك. قلت لها طيب. طبعا أنا بلبس لباس حجابي وكل شيء، يعني متسترة في الشارع وكل شيء، لا تسمعوا تفكروني إن أنا متبرجة ولا. المهم يوم السبت هذا رجعنا تاني للمشغل. هذا يوم السبت زي ما انتم عارفين حق أختي لزوجها، وصلتني بالسيارة، وصتهم علي، زبطت هي شعرها ومكياجها عندهم عشان كانت مضيعة معايا وقت، وراحت على أساس كانت مخلية زوجها يطلع عيالها يتهد حيلهم بالكورة، وجات هي وصلتني سوت شعرها وزبطت دنيتها وقالت لي مع السلامة. أنا يصير خلاص بروح بيتي، هذا يوم زوجي، وانتي يصير أول ما تخلصي خدي هذه الفلوس وخدي تاكسي. قالت لي اطلبي، عارفين انتو البرامج حق طلب السيارة وكذا، اطلبي سيارة وعلى شقتي هذا المفتاح وروحي لها. فعلا ده الشيء اللي صار. طبعا شقة اختي اعرفها وقد كم مرة رحت عندها لها، اللي هي شقتها المقفلاها معفشة ما شاء الله وكل شيء ومقفلها. المهم فعلا ده الشيء اللي صار. أختي زبطت شعرها مكياجها راحت بيتها، وأنا زبطت شعري ومكياجي. قالت لي البسي هذا اللبس الأول قبل لا يبتدوا فيكي. لبست الجينز واللبس والمشد وكذا والكعب خليته في كيس عشان ما يمدينا لبس كعب امشي بيه، طبعا ما يجوز. لبست شوز حقي لين ما رحت هناك لشقة اختي ولبست الكعب. المهم لبست اللبس وزبطت نفسي، وبعدين سووا لي هم الاستشوار بعد ما لبست والمكياج. أنا اتصدمت من نفسي، أنا ما قدرت أصدق إنه هذه أنا. عارفين ذاك البرنامج حق جويل اللي كان بيغير وحدة 180 درجة؟ نفس كذا تغيرت 180 درجة. طبعا هذا المشغل أختي بتروح له هاي كلاس، حتى لو اشتغلت عمري كله ما حقدر أروح له، يعني ما شاء الله غالي. فشغلهم نظيف، يعني صبغاتهم أصلية، مكياجهم أصلي، استشوار تسوي تجلسي بأسبوع ما يخرب إلا إذا تروشتي، يعني ما شاء الله شغلهم نظيف. المهم مش أقول لكم، أنا لما شفت في نفسي في المراية ما قدرت أصدق نفسي. رحت لشقة أختي، أول ما خلصت طلبت سيارة رحت. طبعا ولدي مع حماتي ما اتصلت عليه ولا سألت فيها حتى، ولا أنا اتصلت عليهم، خلاص أنا مش فاضية لهم. المهم رحت شقة أختي. طبعا أختي قالت لي قبل لا تطلعي للبيت روحي للبقالة، وعطتني الفلوس. قالت البقالة اللي تحت هي مو بقالة زي سوبر ماركت بس صغير، قالت خدي عصاير وخدي شيبسات وخدي دنيا وسوي الجلسة تكون حلوة وخليك يمارة. فعلا ده الشيء اللي سويت،
وانا بس ابوس على راسها. يعني وقفت معي، وقفت ما حد يوقف، يعني في هذا الزمن كل واحد بيشوف نفسه، وخوات ما عادوا زي اول. المهم قضيت اللي قضيت وسويت اللي سويت، وطلعت سويت جلسة حلوة وانا مكشخة والدنيا. المهم لما جاء طبعا قلت له الشقة في الدور كام وكذا، واستقبلته استقبال. اول ما فتحت الباب، انا اصلا احكي لكم كيف، اول ما فتحت الباب وانا بذاك الجينز وذاك البودي اللي ايش اقول لكم، نص برا نص جوا، ما علينا ما ندخل في العميق. المهم وبذاك اللبس والمكياج والكشخة، اذا انا اتصدمت من نفسي فما بالك هو. وفتحت الباب، زوجي كأنه يبغى يرجع، يعني مصدوم يعني. وترى فعلا مع العدسات، مع الشعر اللي تغير لونه، والملامح المكياج اللي تغيرت. طبعا انا ماشي الحواجب ولا نمصهم ولا شيء، رسمت الحواجب بس بالقلم اللي سووا لي وخفوا لي تحت، ما هو المكياج بيخفي نص الحواجب، وسووا لي ذيك الرسمة. ما عرفني الراجل، كان يبغى يرجع اول ما سمع صوتي والله العظيم تخيلوا، انا احكي لكم بالتفصيل عشان تعرفوا كيف. دحين هو رن الجرس، انا شفته من العدسة السحرية طبعا مع العطور والدنيا والكشخة والكعب واللبس. فتحت الباب، فتحت له الباب. لما طبعا طليت عليه كده مقابل لنا ما في شقة، لا شقة اختي ومقابل لها حيط. طليت عليه كده، اول ما شافني رجع بالورا عشان هو ما يكشف على اختي. ترى اختي محجبة يعني بنقابة ودنيتها ترى، وانا نفس الشيء. يفكر انه اختي. رجع بعدين لما سمع صوتي قلت له تعالى يا فلان. اتصدم. تخيلوا دخل، كيف اقول لكم، دخل مع الباب وانا حضنته واتصدم. ما عرف ايش يقول، ما عرف يفرح، ما عرف يبكي، ما عرف يحزن، ما عرف، يعني تخلطت له المشاعر. قال لي هذه انت فلانة؟ قلت له ايه. قال مستحيل. قلت له كيف مستحيل، انت مو شايف صوتك؟ قال وجالس يلفلفني، يلف بي، يلف يسوي. اتصدم. شكله طلعت اجمل من اللي هو تعرف عليه في المدينة الثانية، ومع المكياج. اختي بنت الذين عفريتة ترى تعرف تلعب على المكياج وعلى البنطلون الجينز والكعب والدنيا والالوان. ايش اقول لكم، الراجل اتصدم، ما عرف من وين يحط يده فيا. ما خلص نعدي هذا المرحلة، ما حنتكلم فيها طبعا. هنا افتكرت أختي قالت لي شوفي، هذه كلمة حطيها حلقة في ودانك لو تبغي حياتك الزوجية تمشي تمام. خليكي بنت الليل مع زوجك. طبعا احنا ما حنتكلم بهذا الكلام انه نقارن نفسنا ببنات الليل، لا. المعنى انه لا تقولي له لا على اي شيء يبغى إلا الحاجة اللي تغضب رب العالمين. تمام. حاجة اللي ربي محللها لك سويها. انسي انكم ولده، وانسي ولدك، وانسي انك زوجتي، وانسي الدنيا وما فيها. عيشي معاه اللحظة، سوي اللي تبغي، اللي في دماغك سويه. انسي العيب وما عيب، ركزي بس على الحرام. هذه حرام تغضب ربي؟ لا. تمام. ارقصي، سوي اللي تبغي. فعلا ده الشيء اللي سويت. مسكت وجهي ذا اللي كله حياء، رميته ورا ظهري، قلت انقلع انت عاد تخلي حياتي متدمرة. وصرت وحدة تانية. اقول لكم هذيك الليلة زوجي اتصدم فيها لدرجة انه قال لي متى يجي السبت اللي في الشهر الجاي. قال لي اسمعي ابى اقول لك شيء. قلت له نعم. قال لي ليش ما يصير كل أسبوع أجي أنا السبت وأرجع السبت؟ شوف الراجل بعد ما كان يبغى يجي بس مرة في الشهر. قلت له كيف؟ قال دحين أهلي مو عارفين إنه أنا وياك. قلت له لا. قال يصير أنا ليش حاجي مرة في الشهر كتير؟ شوف الراجل اسمعوا. قال يصير كل سبت أجي وأرجع، يعني أجي السبت مثلا الظهرية أو العصر وأروح بالليل، ويصير أنت خذي مفتاح من عند أختك نتقابل هنا
يصير أنا أرجع للمدينة اللي أنا فيها أكمل شغلي، وإنتي تروحي تباتي عند أهلك، وتروحي الجمعة لأحد، يعني السبت نتقابل والأحد تروحي بيتنا عند أمي وخواتي. قلت له طيب. ذيك الليلة كانت ولا ليلة في الأحلام. الراجل كل كلام العشق اللي أنا كنت بتمنى أسمع كل حرف واحد منه قاله. المهم قال دحين أنا بحس إني متزوج، وأنا جالسة أكلم نفسي جوا، بكلم نفسي بصمت، بقول تريك أنت كمان طلعت قليل أدب، بس أنت مش لاقي الفرصة. طيب هذا الشيء اللي نبغى. فعلا خليته لين ما نام. خلاص اتصلت على أختي، لقيتها ما ترد، رسلت لها رسالة، قلت أكيد أختي مشغولة بزوجها. رسلت لها رسالة قلت لها ترى صار فلان يبغى يجي كل مرة في الأسبوع. قالت لي ممتاز. بعدين لقيت أنه ردت علي في الصباح قالت لي ممتاز، أبشري بكل أسبوع بظبطكي وخليكي أحلى وأحلى. المهم قلت له طيب اتفقنا. تخيلوا صبح الصباح اللي هو صباح الأحد، قال طيب أنا دحين كلمت أمي على أساس إنه الأحد باجي، يصير الظهرية بنروح. نزل الرجال وجاب الفطار، ايش أقول لكم، صار كريم بعد ما كان جلده. فلوس كانت تعطى الأم في يدها، ما خلى ويش جاب هداك الصباح. فطرنا أكلنا انبسطنا تفرجنا، ما خلينا ويش سوينا. وخلاص قلت له طيب أنا خلاص بروح يعني أشوف أمي، وبعدها بروح للبيت. أنا بسبقك للبيت عندنا، يعني بيت أمه، بيت الزوجية المشؤوم. فعلا ده الشيء اللي صار. رحت زرت أمي، مريت على واحد حق الخبز، جبت له خبز ساخن وديته لها، ومن هناك على البيت. أنا ليش زرت أمي؟ عشان أغير اللبس، ألبس الجلبيات المعفنين. تخيلوا ايش سويت. رحت عند أمي، شلت هذيك الجنزات. طبعا أنا ما يمديني أتبهدل قدامه وأنا معاه في اللحظة نفسها، لا، لبست الجينز، لبست فوق لباس الشرعي، شلت الكعب حطيته في الكيس، وخليته الكعب خليته في شقة أختي، حطيته في كيس عشان يعني ما يتبهدل أو يتغبر أو شيء. المهم ولبست حجاب الشرعي وخدت التاكسي ورحت. المهم رحت عند أمي ولبست هذيك الجلبية المعفنة، غسلت وجهي كويس، لبست طرحة فوق طرحة، وحطيت عند أمي الزيت ورحت حطيت زيت في شعري ورحت. تقولوا ليش سويتي كده بعد ما انت كنتي آية في الجمل؟ هذه هي زي ما بيقولوا هذا هو مربط الفرس. المهم لا، وش سويت؟ مسكت بيضة، حطيت على شوية عسل، شوية زيت زيتون، شوية عصير ليمون، هذه ترى خلطة حلوة للشعر، شوية زبادي. أعيد لكم والله خلطة حلوة، أنا كمان بسويها كأمينة، كان زمان كنت بسويها حلوة. هذه اللي هي بيضة كاملة، شوية زيت زيتون على شوية عسل، كمان قطرات من الليمون، شوية زبادي، تخلطهم كله مع بعض وتسوي ماسك للشعر، بيقوي الشعرة وبيعطيها لمعة حلوة. المهم تقول بطلة القصة سوي هذه الخلطة ترى معروفة، سويت هذه الوصفة. تقول المهم حطيتها في شعري، صار شعري يعني ملبد وملزق. المهم تقول لبست الكيس بلاستيك، تقول أنا ما أبغى أوريهم صبغة شعري وكذا. المهم تقول سويت الكيس الأول في شعري تحت، حطيت الطرحة الأولى والثانية، ولبست هذيك الجلبية المبهدلة اللي كلها مبقعة بالكلور، ولبست بنطلون تحت، وحالتي تقطع القلب. ورحت غسلت وجهي من المكياج، وبما انه انا ماشي الحواجب ولا انمصها رجع شكلي قطع القلب. تقول رحت عندهم تقول حماتي شافتني قالت وش دي الحالة، ولدي جاي وانت مبهدلة، روحي البسي روحي. وبنات جلسوا يضحكوا يقولوا واش تلبس يعني، حتى لو لبست كيف يصير شكلها. تقول البنات الاثنين، اما الثانية ساكتة اللي هي صديقتي اللي مسوية نفسها صديقتي وتفكرني انا ما عرفت ايش قالت. تقول أنا عرفت كل شيء بس ما واجهتها.
تقول صاحبة القصة، المهم تقول لي حماتي: وانتي حاطة خلطة لشعرك، وش ذا الشير اللي نازل من جوانب ودانك؟ روحي مسحي، ولدي جاي يشوفك بدي الحالة. قلت لا لا يا خالة عادي، وش المشكلة عادي، خليني أنا مسوية خلطة شعري عشان صار فاضي وصار يتساقط مع الرضاعة وما رضاعة. أنا مهم. فالمهم تقول حماتي البنات: اسمعوا، أول ما فلان يجي يصير خلاص نجهز له الغدا ونخرج نروح على راعي القماش. هي ايش تبغى حماتي تسوي؟ تبغى تطلع عشان تخلي لي الجو يعني مع ولدها. والله إنه حماتي طلع فيها الخير. المهم كان يعني تبغى ولدها يستفرد بيا، ما تدري إنه ولدها كان معايا يوم السبت اللي هو أمس. المهم فقالوا لها البنات: لا احنا ما نبغى نمشي وتعبانين، والبنات مسكن معي الضد. المهم انا اصلا ما ابغى اسوي شيء، اصلا انا خلاص يعني مش في دماغي، انا جالسه اسوي خطتي العب عليهم. كيف هتعرفوا كيف؟ تخيلوا، انا دخلت صار اللي صار. قالت لي حماتي هذا الكلام، قلت لها خليني مو مشكله، وهو متعود يشوفني كذا. المهم شويه الا يرن الجرس، ما افتح الا انا تعمدت افتح الباب. فتحت الباب، الراجل الصدمة اللي اتصدمها لما جاء عندي لشقة أختي نفسها اللي اتصدمها لما فتحت الباب. هو يفكر نفسه يجي يلاقيني بالجينز والدنيا والشعر، لقاني مبهدلة وقطع القلب. طبعا حتى وانا مبهدلة في ذيك اللحظة يسمع وش حيصير. سلم علي ومسك يده وفي يدي وسوى لي حركة كذا بيقرصني، يعني انه شقاوة، فاهمين كيف؟ المهم وانا بديت اضحك، قلت والله انه النتيجة واضحة. المهم هو مستغرب لي وش هذا. بعدين لما جلسنا أكلنا شربنا دخلنا للغرفة. طبعا أنا سويت لي علي يوم السبت، عارفة إنه خلاص أنا سويت لي علي تمام. فدخلنا للغرفة، قال لي: وش دي الحالة، وش دي البهدلة اللي انتي مبهدلة؟ مستحيل انتي اللي كنتي معايا أمس. قلت له: وش تبغى؟ قلت له: عيب، والبنات يعني مو متزوجات، وانا اجلس ممكن يحسوا بالنقص، وانا استحي من خالتي، ما اقدر البس هذاك الجينز الضيق وذاك اللبس العاري، مستحيل، هذه في مثابة امي. وانا فعلا مو مزح، ما اقدر دحين انا لبست اللبس ده عشان هو زوجي. اما انا يعني ترى شوفوا، في المشغل انا كنت لابسه بلوزه يعني فوق اللبس هذاك الفاضح، لابسه جينز ولابسه بلوزه. لما رحت لشقة اختي شلت هذيك البلوزه ولبست لبس فاضح يعني مع الجينز. قلت له: انا مستحيل اقدر البس هذاك اللبس قدام خالتي وخواتك، مستحيل، لا ما اقدر. شوف دحين احنا لما نتقابل عند اختي هتشوفني في احلى حله، لما نتقابل في بيت اهلك مرة في الشهر تشوفني كذا ما فيها شيء. انت كل اسبوع تشوفني حلوة، لكن مرة في الشهر تشوفني كذا بهذه الحالة. قلت له: ليش وانت مطول؟ قال لي: لا مو كتير، ما حطول يعني في المدينة الثانية. انا قلت له: اسمع دحين انت ما يمديك ترجع. قال لي: ليش؟ قلت له: انت لو رجعت، هو لما قال اخته قال لها: ترى انا بجلس هنا وبتزوج ويصير اجيكم مرة في الشهر، لكن لما شافني بذا الجمال غير رايه، قال: لا برجع، يعني كل كذا شهر وبرجع، عشان هو لما بيطلع للمدينة الثانية بيزودوه السعر في الراتب، يعني بيزودوه فلوس. قال: بجلس كذا الشهر عشان يعني اشتري لك ذهب، ابغى اشتري لك ذهب، قال لي ابى اطول شوية بس اشتري لك ذهب وبرجع، لكن خلينا على انه كل اسبوع نتقابل في شقة اختك. قلت له: انا ما يمديك انك ترجع انت للبيت. قال لي: كيف انت ما تبغيني وما اوحشك؟ قلت له: الا، لكن انت لما تعيش معانا في نفس البيت ما يمديني انا اشوفك في بيت اختي، يعني ما يمديني انا انام بيت اهلي وانت تقولون فين. طيب خلينا نقول لهم مثلا انا حنام عند اهلي، انت ايش تقولون؟ نايم في الشارع؟ ما يمدينا، لازم تخليك انت في ذيك المدينة وانا كذا مرتاحة، خليك انت في ذيك المدينة
ونتقابل مرة في الأسبوع في بيت أختي ومرة في الشهر في بيت أهلك، وانت شايفني كده. يعني بيت أهلك تلاقيني مبهدلة وفي بيت أختي تلاقيني صاروخ. قال طيب. مشيت الحياة على كده، وصار كل سبت يجي يلاقيني بحلة تانية، وأختي مسكينة تشتري له وتسوي له، هو كمان صار يعطيني الفلوس. المهم لين ما عدت 3 شهور على هذا الحال. بعدين فاجأته، قالت لي أختي هنا آتي العبي عليه. قلت لها كيف؟ قالت مو هو تعود كل أسبوع يروح بيتي. قلت له إيه. قلت لها إيه. قالت اسمعي اسحبي عليه وقولي له أختي ما تبغى، وقولي له أختي خدت مفتاح شقتها، مو ما تبغى، أختي تبغى تيجي تجلس في شقتها شوية، ما يمدينا، أختي تاخذ مني المفتاح. وأختي قالت لي ترى أنا بس كذب، أنا بالعكس عادي عندي تمشي هناك وكذا، لكن أنا أبغاه هذاك الشيء اللي احنا لاعبين عليه نبغى نوصل له. قلت لها إيش اللي احنا لاعبين عليه؟ قالت لي يا غبية أنت لين دحين ما فهمتي؟ قلت لها لا. قالت لي هو إنه يسكنك لحالك، يتعود إنه يشوفك حلوة وجميلة، وإنه لما بيشوفك في شقتي غير ولما في بيتهم غير، هو بغصب عنه هو اللي حيقول لك نسكن لحالنا. قلت لها خلينا نشوف على الله. قالت لي اسمعي، قالت لي هو مو تغير معاكي؟ قلت لها 1,000,000 درجة. قالت لي تمام، قولي له أختي أخذت المفتاح عشان تبغى تيجي هي وزوجها وعيالها هناك. قلت لها طيب. فعلا هو على أساس إنه نتقابل عند أختي. قلت له شوف ترى ما يمدينا نتقابل، وأختي تيجي بشقتها وكذا وكذا. زعل وقال ليش ومشكلة هذه وكيف نتقابل وكذا وانا عامل حسابي. هو كمان ايش صار يلعب رياضة وصار يهتم بشكله عشان يعني يعجبني ويقنعني فيه. تخيل، وبعد ما كان ما يحس فيه حتى صار مهتم بنفسه وجماله، ويبغى يصبغ شعره ويزبط نفسه، رغم انه هو ما فيه شيب اللي هو يعني يدوب بدا كذا شيبة. يقول لا أنا أبغاك تشوفينه حلو ووسيم وجسم رياضي وكذا. يعني بدأ يهتم ويخاف على زعلي، ولما يجي يجيب لي الشوكولات وما يخلوش يجيب لي. اشترى لي طقم ذهب. طبعا قال لي لو أمي سألتك لا تقولي لا، قولها ده بديل ذهب. طبعا أمه يعني هو ما يبغى الموضوع يتحسس بيني وبين أهله عشان ما يعاملوني سيء بس، أما هو عادي يقول لها. لكن هو ما يقصر عليهم، يعني يصرف عليهم ترى، وأنا عمري ما قلت له بخل عليهم، لا 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 لا. هو قد شاري الأم ذهب عشان تكونوا عارفين، وما تقولين إنك إنسانة سيئة وإنك تبي تكرهي في أهله. لا لا، أنا ما أبغى شيء. أنا أبغى أعيش حياتي، ألبس اللي أبغى، أتمتع بحياتي. أنا ما أبغى حتى لو إنه يمشي يزور أم وخواته كل يوم يجلس معهم طول اليوم ويجي عندي أنا بالليل، أنا راضية. يعني عشان ما تفهموني غلط إني أنا بكرهه في أهله، لا لا لا، مستحيل. رغم إنه خواته سامت معي، أخته كبيرة تبغى تخرب بيتي، لكن هادي أنا أحط نفسي مكانهم وأقول بيحبوه كده ومتعودين عليه وشايفين إنه أنا جيت أخذته منهم، فاهمة ومقدرة. فأمه شاري لها ذهب وخواته ما يقصر عليهم ترى. المهم هو قال لي هذا الطقم إذا سألوك عنه أو شافوك لابسه قول لهم بديل. المهم فهو زعل لما عرفته إن أختي أخذت المفتاح، وقال يا ربي دحين مشكلة ما مشكلة. فصار إنه إيش يجي مرة في الشهر في بيتهم ويلاقيني مبهدلة، وأنا أبدع في إني أكون مبهدلة لدرجة إني صرت أحط مكياج اللي بيبيني يعني شاحبة، وأدخل على اليوتيوب أشوف كيف تغيري شكلك تصيري هذوك الممثلين كيف بيحط. يا الله، والشيطان صار يتفرج علي يتعلم مني. من حقي، لا حد يلومني فيكم في التعاليق، من حقي يكون عندي سكني شرعا محلل لي ربي إني يكون عندي سكني خاص. يا أخي أبغى استفرد بزوجي، أبغى أعيش حياتي الزوجية، أنا ماني جاية شغالة عندهم. المهم فصار كل ما يجي لقيني مبهدلة. قال لي لين ما تعب ويلاقيني حاطة زيوت وريحتي توم، وأنا أتعمد تخيلوا لدرجة صرت أحك التوم على يدي قبل لا أدخل الغرفة. خلاص أبغى أطلع غير سم خواته يعني. المهم لين ما هو تعب
وعرف وتأكدت 1,000,000% إنه هو ما عاد عنده علاقة بهذيك اللي كان يعرفها، عشان سمعت أوديوات مع أخته قال لها إنه فلانة يعني خلاص ما عاد تبغاها وكذا، وأنا حدخل في مصاريف تانية، وأنا ما أبغى اللي تبعدني عليكم. شوفوا كيف لعب على أخته، ما يبغى يحسسها إنه هو بيحبني ويبغاني. قال أنا ما أبغى وحدة تيجي يمكن تكرهني فيكم، يمكن لو أنا بعدت عنكم أتغير، لا خليني معاكم، ومهما كان زوجتي تبغاني معاك، يعني ما فرضت علي أطلع من البيت وكذا. فهمي كيف يعني قلب برأي أخته، رغم أخته كانت تبغى يتزوج عليها، غير رايها. قال لها يعني إنه لو تزوجت الثانية هذا الشيء حيضر بيكم ويزاد علي المصروف، ويمكن تكرهني فيكم، ويمكن تخليني بالسنين ما أجي عندكم. فأخته قالت له لا لا لا، وعلى إيه، خلينا مع اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، مهما كان هذه على قد يدنا. حسبي الله عليها، تتكلم علي وكل هذا وما تبغوني استفرد به؟ لا يا حبيبتي استفرد به. المهم قلت لها طيب علي وعلى أعدائي، المهم لكن بالخير، ما في أي أذية لهم. المهم هو قال لي اسمعي، أنا مو نافع معايا شكلك وريحتك توم، لا 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 لا، أنا بكلم أمي على الأرض اللي وارتينها عن أبويا في البادية، ويصير نبيع هذيك الأرض وخلاص كل واحد ياخد نصيبه، وأنا عندي شوية فلوس محوشة في البنك، أو أخذ لي شقة حتى لو تكون غرفة وصالة وحمام ومطبخ، أنا راضي بيها. قلت له يدي على يدك، حتى لو تطلعني إيجار أنا راضي. قال لي لا، ولا إيجار ولا شيء، حبيع الأرض اللي احنا وارتينا ما شاء الله من أبونا كبيرة، أجيب لنا خير مع شوية فلوس في البنك عندي وناخد شقة. يعني الأرض في البادية، مش تسمعوا اللي تقولوا إنه تجيب له ياما هنا وياما هناك، لكن حجيب له فلوس اللي حيقدر يشتري شقة. المهم مع القسمة مع خواته طبعا، كل واحد ياخد إرته وحقه الشرعي. المهم كلم أمه، قال لها يا أمي، قالت له نعم، قال أبغاك في موضوع مهم. قالت له خير. قال لها شوفي يا أمي، هذيك الأرض اللي احنا وارثينها عن أبويا نبغى نبيعها، وأبغى يعني أخذ لي سكن. قالت له نعم، وليش يا ولدي تأخذ لك سكن؟ فعلا خلينا نبيعها ونشتري لنا بيت يكون واسع وكبير، وانت يكون لك غرفتك كبيرة وكل أخواتك كلهم غرف، ونجلس ملمومين، ومعايا ولدك أنا أحبه ما أقدر أفارقه اللي هو ولدي أنا حفيدها يعني. وقالت له إن شاء الله وزودوا عيال، زيدوا عيال تانيين، والعيلة تكبر وإحنا ملمومين مع بعض، وزوجتك بمثابة بنتي وكذا. قال لها اسمعي يا أمي، أنا أبغى أبيع الأرض وأخذ نصيبي وأعطيكم نصيبكم، وانتوا جلسوا في بيتكم زي ما انتوا، وأنا اللي حطلع أخذ لي شقة على قدي وعيش فيها مع زوجتي وولدي. يا أمي زي ما انت عارفة بزوجتي ما شاء الله عليها يعني إنسانة منقبة، تستحي منكم، ما تقدر تلبس لبس عاري، والمرة تبغى تاخد، وانت عارفة يا أمي المرة تبغى تاخد يعني حريتها في بيتها. أمه بدأت تبكي وخواته بدأوا يصرخوا، أكيد سحرالك. اسمعوا وش قالوا، أكيد سحرالك، أكيد لما كانت يوم السبت ما تكون وتقول لنا أنا رايحة أبات عند أمي تخلي ولدها، أتلاقيها كانت تسافر للقرى اللي فيهم مشعوذين وسحرتك. لا 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 لا، أنت تغيرت علينا، أنت مو أخونا اللي كنت أول. هما ما يعرفوا إنه أخوهم دوب وحس إنه إنسان متزوج وإنه إنسان عايش، وأخيرا فكر في نفسه شوية. يعني خواته وش ناقصهم، هو بيصرف عليهم وعندهم بيتهم وعندهم خيرهم، يعني مو لازم يكون معاهم، يعني جالس معاهم، هم أكبر منه، هو يعني يعتبر أصغر منهم، هم في الأربعينات. سبحان الله، ربي ما كتب لهم ما جاهم نصيب في الزواج. المهم فقال لهم لا سحر. قالوا له أكيد سحر لك، وأنا جالسة ساكتة، أنا مساوية اللي مساوياه، وبكل حب وبما يرضي الله. لا أنا قلت له نسكن حالنا، ولا أنا شحنت عليهم ولا شيء. أنا كل اللي سويته إني كنت أنثى كاملة فقط، سويت دوري اللي حقي شرعي بس.
المهم خليته هو وياهم يتكلموا، أنا ساكتة وجالسة، وبيقولوا له شوفها كيف قالوا له شوفها كيف ساكتة، أكيد عارفة وش مسوية حتى ما تدافع عن نفسها. قال لهم والله أمركم عجيب، يعني أنتوا غلطانين فيها وتتهموها بالسحر وتبغوها ترد عليكم، وش تبغى تسبكم مثلا؟ يعني وهي ساكتة مش عاجباكم؟ قالوا له صرت تدافع عنها، أكيد أنت مسحور، أكيد عامي عيونك، أنا ساحرة بس السحر الحلال. المهم خلاص ما عاد يشوف يعني قدامه، الراجل يبغى بس يستفرد بيا. المهم قال لهم هذا آخر كلام عندي، خلاص هذا حقي إني أكون مع زوجتي وتكون عندي أسرتي مستقلة، وأنا إن شاء الله حنقول من هذيك المدينة برجع وبستقر معكم يعني هنا، ويصير كل يوم أزوركم وأشوف إيش ناقصكم وكذا. المهم البنات قلبوا الدنيا، خواته قلبوا الدنيا، ما قعدوها وأمه تبكي وحلت مسووا جنازة، وانتي سحرتي له، أمه تقول لي مدري شو سويتي لولدي، خليتي يذوخ، سحرتي له، سويتي له، حسبي الله عليكي، كنتي كل سبت تروحي أكيد للقرى تسافري عشان تسحري ولدنا، أكيد أكلتيه، أكيد سويتي له، أكيد. خليتهم يتكلموا لين بكرة الصباح. قلت أنا ما همني، أهم شيء هو يعني خلاص أخذ قرار. فعلا ده الشيء اللي صار. كلمت أختي بالموضوع، قالت لي شفتي، قلت لك طبقي مو تتكلمي، أنت مبهدلة ورجولك حالتهم حالة وريحتك خايسة وتقولي له طلعني من بيتكم، ما حيسمع لك. لكن لما يشوفك في شكل تاني وحلة تانية وجمال تاني أكيد حيسمع لك. شفتي دحين انت اشتغلتي بالتطبيق مش بالكلام، هو لما يجرب غير لما يسمع. دحين هو بنفسه اللي يبغى ينقل من بيتهم، مو انت اللي قلتي له ولا طلبتي، حتى ما لحقتي تطلبي من نفسه. المهم ده الشيء اللي صار. قالت لي شفتي خطتي نجحت، دحين عرفتي يا أختي ليش أنا زوجي حطاه في خاتم في صباعي؟ عشان أنا بكامل أنوثتي ما مخليه يتكلم ولا يشوف لا برا لا يمين ولا شمال. المهم قالت لي أختي برافو عليكي، كملي في مسيرتك. المهم قالت لي خليك مبهدلة لين ما ينقلك في بيت تاني، بعدين أسوي معك الخطة الثالثة. قالت لي في خطة ثالثة؟ قلت لها في خطة ثالثة؟ قالت لي إيه يا غبية، هذا الشيء اللي أنت سويتي ولا شيء. في لبس اللي تلبسي لما تكوني انت وياه في البيت ويوميا تشتغلي بيه في البيت وتنظفي، ولدك لسه صغير استغلي الفرصة، نيمي ولدك بدري حتى هو صغير. وقالت لي وخدي فرصتك، وقالت لي خلي الخطة الثالثة بعدين، يلا قفلي يلا انقلعي خلينا اشوف زوجي وحياتي. قلت لها يلا الله يسر لك، مع السلامة، وجلسنا نضحك. قالت لي باي. المهم زوجي زي ما بيقولوا بالهلي طريله، راح يركض بقى على الأرض واعطاهم نصيبهم، واعطى الأم نصيبه هو أخذ نصيبه. المهم هم مو طايقيني معيشيني في الويل، لكن أنا على قلبي زي العسل لما عرفت إني كلها كذا يوم ولا كذا شهر واطلع من عندهم ما عاد يهمني، وبأنه زوجي يحبني ويموت فيه، والله العظيم سامحوني على الكلمة، إنه رجولي ينزل لها ويبوسها من حبه لي اللي صار. يعني ما عاد يشوف قدامه، دوخته على الدنيا وما فيها. المهم فما عاد يهمني هما، أهم شي زوجي. المهم فإيش صار ما صار، زود الفلوس على اللي عنده في البنك واشترى شقة، ما شاء الله تبارك الرحمن، شقة فيها 3 غرف وصالة ومطبخ كبير وحمامين، الله يكرمكم. المهم اشتريناها وخلاص ما عاد عنده فلوس. بعدين بدأ يشتغل على بال ما عفشناها. أول حاجة جبناها قلت له اسمع، أنا أبغى أروح لبيتي وأنا أبغى أعيش معك حياتي. هو كمان نفس الشيء قال لي. قلت له أهم حاجة تسوي، إحنا مو لازم نعفشها كلها، أهم حاجة غرفة النوم حقنا وسرير للولد اللي هو عارفين هذا السرير حق الأطفال الصغار. قلت له بس. المهم اشترينا غرفة النوم ونقلنا بيتنا، وطبعا اشترينا مواعين الطبخ ما طبخ، وكان هو ساعتها لسه في ديك المدينة وما عاد عنده علاقة لين دحين ما قلت له لا كنت ولا سويت، ما عرفتوش بالخيانة اللي خاني نهائي. اشتغلت بصمت ورجعته لي بصمت وخليته. ايش اقول لك، صار في يدي زي الصلصال الناعم،
ألعب به زي ما أبغى وأشكله زي ما أبغى، وكله بما يرضي الله. لا أنا بشحن على خواته ولا على أمه ولا شيء. المهم هو يعني جلس في المدينة هذيك كذا شهر عشان إيش؟ قال لي يبغى يعفش وكذا، وكل أسبوع سبت بيجي ويروح في السبت عشان بيكون عنده شغل وكذا. المهم عشت معاه السعادة بالألوان. طبعا بين فترة شوف جواله ما فيه أي شيء، حتى بيحط جواله عندي وكل ما يسوي خطوة يخطأ إلا معايا، و24 ساعة معايا على الجوال. اشترى لي سماعة بلوتوث قال لي حطيها في ودانك وخليها أول ما أطلع من شغلي أتواصل معك. ومرات يكلمني هو في الشغل أقول له قفل الخط، يكون واحد سماعة في ودانه اللي هي صغيرة عارفينها البلوتوث. أقول له شيء لا تسوي لنفسك مشكلة. من كتر حبه لي مو قادر يفارقني. المهم أهله ما عاد يشوفوا فيا ولا يعبروني. حتى أختي علمتني كيف ألبس وقالت لي اشتري دي وسوي دي واشتغلي بدي، لما يكون معاك البسي كذا وسوي كذا. قالت لي يا ويلك وسواد ليلك، أجي عندك لدولابك ولا عندك جلبية طوال، ارمي الزبالة، ارمي، ما شوفش عندك جلبية طويلة نهائي ولا البيجامات المواسعين المحرتكين، ولا تقول نهائي هذا البيجامات ما تلبسهمش نهائي. المهم لما يكون زوجك، إلا إذا تبغي تنامي وفي عندك كده حاجة مريحة وحلوة قطنية وكمان تكون مثيرة. المهم فتقولي حتى وانت لحالك نايمة لحالك البسي حاجة حلوة، مو لازم تتزيني لنفسك. المهم صار ما صار، خلاص زوجي رجع من ديك المدينة بعد ما عفشنا البيت وزبطناه غرف وصالة وكده ودنيا وآتات. المهم ولله الحمد وخلفت ولدي الثاني، وصار عندي يوم أساسي هذا السبت أعطيه لزوجي يعني. وحتى لما يجي لقيني لابسة، أول حاجة أسويها أول ما أصحى ألبس اللبس الحلو وأضبط شعري وأضبط مكياجي وبعدين أبتدي شغل البيت. ليش؟ عشان إذا بديت شغل البيت ما حخلص من حاجة لحاجة، وإذا دخل فجأة يلاقيني مباتلة فخلاص. والجلبيات ما عدت أشتري جلبيات حتى لو بالمجان، حتى لو ما أدري كيف تكون جلبية كل ذهب ما أبغاها. صارت عندي عداوة معاهم. وفي البيت ألبس كعب، يعني مو لازم إن يكون في زواج ولا ألبس فساتين ودنيا. وكل سبت يا مرة بالجينز وبوديهات، مرات لبس فساتين كذا اللي حق السهرات. كل أسبوع وش ألبس ومرتاحة ولله الحمد وما ناقصني خير ومبسوطة مع زوجي. أقول لكم زي الصلصال في يدي، وإيش ما شاء الله ذهب وإيش هذا. وصلت به درجة إنه قال لي شوفي ترى هذه الشقة بكتب لك النص وانت النص. قلت له لا أنا طبعا ودي يا رب يموت ويكتبها لي كلها كمان مو بس نص. بس أنا قلت له لا وكذا ومو لازم. قال لي لا أنتي يعني تستاهلي كل خير، أنا بكتب لك النص. وفعلا كتب لي نص الشقة من نفسه، ما قلت له ولا شيء. أهله ما يزوروني في بيتي، عمرهم ما جاوا زاروني في بيتي، تخيلوا. وزوجي زعلان منهم وقال لهم ليش يعني وما ليش. أمه قالت له لا ما تبغانا تعال عندنا، وأنا أروح معه عشان هو أما لو علي ما أروح عشان هم ما يحبوني. فاهمين كيف؟ قالوا إني سحرت له وأنا دوخت وسويت له. وأنا والله العظيم كل مرة أقول له شوف مر أهلك وشوف أمك وخواتك يعني بشكل يومي. أقول له روح عشان ما يقولوا فعلا سويت لك وسحرت لك. هم ما يعرفوا اللي صار بيننا، ما يعرفوا السبت اللي صار بيننا يعني ليش أنت تغيرت. فأنت روح شوف طلباتهم وش ناقصهم وكذا وقضينهم. المهم ومرة يعني في الشهر أروح معاه كذا عشان يشوفوا حفايدهم وكذا. وكمان أنا أروح مودية كيكة مودية، ما أروح بيدي فاضية عشان خاطر زوجي. بس ما هم ما علي فيهم، خلاص أنا دامني عايشهم قفل علي بابي ومرتاحة، ما علي فيهم براحتهم. هم شايفيني أنا سحرة له، وهذا الشيء منهم اللي خالقهم، ربي حاسبهم. طيحوا علي الباطل واتهموني، وأنا زي ما قلت لكم أنا ما عندي أي عداوة معه يعني. حتى رغم أنهم سووا اللي سووا أنا بقول عشان الغيرة، عشان هو ولدهم الوحيد وكذا. فهم حسوا أنه أنا أخذتهم منه، وأنا في نفس الوقت من حقي أني يكون عندي بيتي الحالي يعني. أنا مقدراهم ومقدر الموقف اللي هم فيه، لكن كمان لازم أشوف نفسي ولازم أعيش حياتي.
يعني بالله عليكم لو كنت مستمرة معاهم، كان زوجي يتزوج عليه، كان بيتي انخرب، كان عيالي ضحايا، كان بأشياء كتيرة. فاللهم إيش، هو بيشوف مسؤوليتهم واللي ناقصهم، رغم أنهم ما شاء الله لما تبعت الأرض معاهم خير، لكن رغم كده ما بخل عليهم نفس الفلوس اللي بيعطيهم، وكمان زودهم شوية بما أنه صار عندنا بيتنا ملك وكذا. وسوى هو مشروع بسيط، يعني جايب عامل يبيع ويشتري له، سوى محل بسيط يعني في هذه الأشياء حق الجوالات السماعات والشواحن وكذا، جايب عامل، وعلى أساس إنه ما يبخل على أهله وما يبخل علينا، ويشوف طلباتي واللي ناقصني. وكانت هذه نهاية قصتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع.